أهلا بكم في برنامج رسالة خير في حب الغير بعنوان مهم جدا في الحلقة 15 والفقرة الأولى بعنوان لا للعنصرية. أحبتنا المتابعين، أغلب الأمم والشعوب العربية يعني بسبب هذا لا تعنصرها وتحيزها لطبقات معينة، أنه الطبقات يعني والتفرق بين الناس، وأنه هذا أسود وهذا أبيض وهذا أعجمي وهذا عربي. لا، رسول الله وكتابه دلونا على أن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. فلماذا نجد في أغلب الشعوب في العالم بشكل عام التميز والتعنصر، أنه من طبقة فقيرة، من طبقة غنية، من يعني لماذا نميز ونحن أناس لنا مشاعر بنفس الهدف، حتى لو كان يعني من فلان من القبيلة الفلانية أو يعني لا أعلم لماذا نحن لا نعاشر لأنه ينتمي إلى القبيلة الفلانية، أو لأنه مثل ما يقولوا يعني مزين وهذا قبيلي وهذا من يعني لا يجوز، والله لا يجوز. لا ترقى الأمم إلا باتحادها، إلا أن تكون صفا واحدا، والناس جميعهم يملكون العقول، يملكون الأبصار والأسماع، ولا يجوز أن نحتقر الناس بسبب منزلتهم أو بسبب فقرهم أو بسبب لونهم. فالألوان وجميع الناس يستطيعون فعل أي شيء في هذه الحياة، نجاحا أو رقي أو اختراع أو غيرها. ليست مقتصرة فقط على القبيلة معينة أن تفوز أو الفئة المعينة، يعني بسبب التحزب، بسبب العنصرية بين الناس. هذا هو سبب الشتات والفرقة، وسبب عدم علو الدين وعدم نصرة. مرحبا متابعينا، طبعا اليوم في سؤال عن مؤسسة السرطان، نشوف أي حد يسأله ولقيناها بالطب. كيف حالك؟ ما اسمك؟ هيلان. هيلان ولا غيلان؟ هيلان. كيف حالك يا هيلان؟ الحمد لله. يا هيلان شو أسألك سؤال، وإذا جاوبت صح شدي لك جائزة. أسألك سؤال. السؤال قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية، كمل الباقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط. يا سلام، إجابة صحيحة وألف مبروك. هذا يعني السؤال ب5,000 ريال، وألف مبروك عليك الجائزة. مبروك يا هيلان، مبروك. طيبة والسلام، أهلا وسهلا بكم متابعينا في برنامج رسالة خير في حب الغير. في الفقرة الثالثة رسالة مشهور، طبعا من أحد المشاعر الذي لهم معزة كبيرة في قلبي، الذي لهم بصمة كبيرة، الذي لهم لا أعلم فاجأني كثير والله، وكلماته داوت كثيرا من الجرح الذي فيني. نقدم لكم الأستاذ والفنان الكبير يحيى إبراهيم. حيا كيف حالك يا أستاذ؟ حيا بش والجمال يرحل بش. الله يحفظك. حيا بالغالية بنتي طبعا من زمان وهي بنتي بس جالسة هذه كلمة والله شكرا صدقني والله. حيا بش مبروك عليك. عندهم يقولون أنا صغيرة، ليش زوجنا أنا صغيرة؟ الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله. فأول سؤال أبغى تشتري تقولي؟ طبعا يا أستاذ الجميل، أول حاجة نوّت برنامجي. ثانيا السؤال الذي أحب أوجه لك، حدثنا ما رسالتك للجمهور عن عدم التعنصر، لا للعنصرية. حدثهم عن العنصرية، يعني إنهم ما يتعنصرون ولا يميزوا أنفسهم على أنا الآخرين. أشكرش على البرنامج الجميل هذا والراية. وبالنسبة للعنصرية أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر خلق آدم وحواء، آدم وحواء ومنا وأبونا. أيوة. وسبب الشيطان زاد عليهم ضربناه بالأرض. فعلا. كان عدوا للبعض. الله يسامحك. الله يسامحك. لكن في الأخير بنقول إحنا بشر وخلقنا الله بشر، لا فرق بين هذا وبين هذا إلا بالتقوى. الإنسان خلق ليعيش حياته، وهو وداعة في الدنيا، وداعة، والوداعة هذا بيجي اليوم اللي الله سبحانه وتعالى يأخذ وداعته. ليش نتكبر؟ ليش نتجبر؟ ليش نميز أنفسنا؟ وبعدها في الأخير لو أقول لكم حاجة، أنه الكساء اللي نملكه فوقنا، أنا لابس الآن شميز وغريبية وبنطلون وملابس داخلية. لما يجي رئيس جمهورية مثلا ايش لابس؟ نفس الشيء، ولا كعبته ولا هو قماش
يعني كل انسان لا يمتلك فوقه الا 4 اقمشه، في الاخير يمتلك قماش واحد اللي هو الابيض، الكفن الابيض. على ماذا نجبر ونتكبر؟ على ماذا نملك بعض البعض ان هذا مدري ايش وهذا مدري ايش؟ كلنا سواسيه كاسر المشط، وفي الاخير احنا وداعه ومنتظرين ياخذوا بعض. والله رسالة قيمة من إنسان قيم وله قيمة كبيرة في المجتمع اليمني والعربي. شكرا جزيلا أستاذ يحيى على تلطفك وسماعك البرنامج ومنح وقتك الكبير لنا. أنا سعيد أن شرفت ونورت برنامجي. فخور بابنتي أن تكون معنا برنامج، فخور بكل أولادي كل أبنائي المتفوقين سواء في الإبداع في التمثيل في البرامج في المذيع في الفن في الغناء في الإنشاد، كلهم أولادنا يرفعوا الرأس ونفتخر بهم دائما. ونعم التوفيق والنجاح، خاصة خوينا.